يتصور ماتش منين نتوما باغيين الرجاء ما تخسرش لدواعي امنيه ما عرف، حيت خايفين من الانصار ديالهم. على هاد الانصار هادو ديال هاد الفرقه هادي الا خسرت فرقتهم غادي ينوضوا يديروا الفوضى. واش هادو انصار ولا شنو؟ وحنا مالنا خويا، حنا ما نلعبوش كاع هاد الكره. عطيهم نتوما اللقب هاد العام، سير قول لهم هاكو ها اللقب، علاش كتصدعوا راسنا خويا وخلينا نلعبوا غير الشامبيونز ليغ بارك علينا. منين نتوما خايفين من لي فات تربح لدواعي امنيه باش ما يعني شوها اليوم بمعنى الكلمه. جوج بيناتيات ديال بينونه صاحبي واضحه، ما مشاش للفار قال لهم راه قالوا لي الفار ضرباتو تحت هنا ياك اسمع. والبينالتي ديال الفحلي اللي شدوها كم اللور باينه، هذيك مشى لها الفار قلبها باش يبروفي زعما راه نيتو صافيه وقال لهم لا ما كايناش. والبيت ديال الباش هدف صحيح مليون في المية بشهاده الجميع، ولكن ملي شافها بدا كيهضر مع واخد وقتو. يعني دبروا لنا الدراري في شي كاميرا في شي زاويه زوينه، وراو زاويه وحده من اللور. طبعا الزاويه من اللور لا بلوكيتيها برجليك راه عتبان لك بحال يديك، لان من اللور ظهرك. وريني الزاويه الاخرى اللي عتبين لك وضوح فين تحطات كره. والباش مسكين بدا كيضحك لان بصراحه مهزله اقسم بالله. وباز بعدا يعني الجمهور ديال الرجاء كيفاش شافها، كيفاش حكينا جلده وسط كازا، كيفاش ضربنا جوج بارات، كيفاش حيدنا 3 الاهداف. مهزله اليوم سوف يسجلها التاريخ. فوزي القجع بركه ساعدتي هاد الفرقه باش داروا شركه وهادي، ولكن ما كيعنيش على اننا نساعدوهم حتى في التحكيم. بارك اخويا قجع، خاص معاقبه، خاص يفتح تحقيق. حنا راه كنا هضرنا العام اللي فات فاش داو البطوله، كنت كنبح وكنهضر، حتى واحد ما كيسمعني كنقول لكم عباد الله راه هاد الناس كيربحوا غير بالتحكيم بواحد الطريقه راه مستفزه صاحبي. واليوم راه مهزله عتبقى عيب عالق يعني في البطوله الوطنيه اللي كنا كنتاملوا يعني خير. كنقولوا المحليين هما تلونصاو بخير، مي كتجي لهاد المقابله وبهاد الطريقه صاحبي، والتحكيم بهاد الطريقه الشو يعني كيمشي للفار فوق ما بغاو، ما كيمشيش للفار وحده كما قلت لك ديال الباش باينه صاحبي. ولا حول ولا قوه بالله والله العظيم. ولكن شوف انا فرحان بفرقتي لان قريناهم كره القدم احتكارا اللعب مليو، حمقناهم ربيع حريمات مع الباش مع ايتروخان. خلاص اللاعب الكبير الربح الكبير للبطوله الوطنيه هو اللاعب يونس عبد الحميد، لانه مدافع كيلعب بالكومبلي لا كلاس. عرفتي بنادم فرقه. تحيه لتاكناوتي بصراحه. الدراري رضا سليم يلا رجع من الاصابه دار ماتش كبير، كان قاب قوسين ضرب بارة، حمودان ضرب بارة. شنو نقول لك، ضربنا جوج بارات و3 الاهداف ملغيه. كانوا ياخذوا اليوم 5، ولكن راهو ما شافوا. ما نحتاجش نهضر دابا، بغينا غير نسمعوا شي يقولوا هاد الناس هادو الله يهديهم وصافي. بصراحه مقابله للنسيان من الناحيه التحكيميه. وكنت قلتها يا صاحبي عباد الله، رجعتوا للفيديوهات القدام ديالي كنقول لكم شوفوا يكون غير التحكيم نازيه واجي يلعب معايا الكره. واليوم بان فريق جيش ملكي نيفو عالي، وعاد تكون معاناه من غير التحكيم كنقولها مع الفروق اخرى. يعني بصراحه مبروك للرجاء لان شفنا الجمهور ديالهم كيفرح فقط باش كيتلقاو الاهداف سبحان الله تقلبت الايه. كان حضور جماهيري كبير، كان بغيت ما نبر يعني نقول الدراري العساكر ديبلاصاو الرباط. ربحنا ماتش، يعني ربحنا ضربنا اهداف، تحيدوا لنا يعني شي حاجه ما نقدروش نتحكموا فيها. يعني من هنا لقدام انا غنبقى نطالب بالتحكيم اجنبي ونجمعوا طوي. تبقى تقول لي لا هذا لا هذا، لا في الفار لا في الحكم الرئيسي. ما بقيتش قادر نتحمل. يعني اليوم مجزرات تحكيميه بمعنى الكلمه وبشهاده الجميع، وحتى هما سكتوا وخرجوا. يعني كيقولوا اللهم انقطع وحده ولا كانوا غيقتلونا. يعني بصراحه ما عرفت ما نقول وحق الله، لان عيب وعار. يعني 2025 بلد عين ضم كاس افريقيا ومازال كنشوفوا كنهضروا على التحكيم. العام اللي فات هضرنا عليه والعام اللي قبل، وديما فريق الشمالكي هو اكثر فريق اللي يعني كيتهرس بالتحكيم. سيرتو مشاتنا البطوله اللي قلنا خص يعني تحقيق، تنعرفوا مني
كاين شي ماتشات كيفاش تمشاو، كيفاش البيلانتي كانوا كيتصفروا عليهم غير كيقيس بلان كيطيح بيلانتي، ما كيمشي لا فار لا والو. واليوم راه لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم غير هي كيما واحد الناحيه اخرى. انا عجباني فريق الجيش الملكي على انطلاقه البطوله، ان شاء الله هذا الفريق هذا غيمشي مزيان بقدره القادر ان شاء الله. وشو وانتظرونا في الشامبيونز ليغ، اوكي انتظرونا. اما البطوله غير عطيوها الرجاء ولا عطيوها اللي ما بغيتو، اما غسلنا على يدينا صافي هزينا يدينا على البطوله. فريقنا بطل امام الجميع، فريقنا كما قال لهم واحد بورزوق قال لهم قال لهم ما يمكنش شي فرقه تجي وما تشدش على الرجاء الكره. احنا وسط دونور قريناهم الكره القدم، وسط دونور ضربنا 2 بارات وسط دونور قدام الجماهير ديالكم، شدينا عليكم ضربنا لكم 3 الاهداف تلغات بالتحكيم بالجمهور بكل شيء، وخرجتوا بالزز 0-0 وعندكم الزهر، وكنتوا كتحتفلوا فقط بالاهداف اللي كتلغى. اما نتوما ابسون باش تعرف بانون لا حول ولا قوه الا بالله. المهم تحيه للخوت، برافو فريق الملكي، والله الا فرحان انا بعدا حمقتوني يعني بصراحه. يعني ماتش كبير لعبناه بمستوى كبير، لولا التحكيم لكان عاد تخرج النتيجه بواحد 5-0. مي كما كنقولوا كاين الله سبحانه وتعالى غيكرمنا ان شاء الله، الحق ما يعلو ولا يعلى عليه. تعداو علينا، كنت من الاداره عاد تندد كالعاده. الاداره خصها تندد بهاد القرارات التحكيميه اللي صراحه غريبه، ماشي غير يعني كيبان لك بالعلالي كيقلب على اللقطه باش يانوليها باش الماتش يسالي 0-0 باش ما نخرجوش يدابزوا برا. وانا مالي، ما تعبوهاش كازا انتم اللي خايفين، ما تعبوش كاع الماتش. قولوا وقد تعادل فريق الشمالكي بدون ان يلعب ولا ربحوهم كاع لان زقناهم اليوم. فهمتي؟ عيبه صاحبي، راه ما يعني عيب هادشي طرا اليوم والله العظيم عيب. ولكن كما كنقولوا الاداره خصها تهلا في الجمهور فريق الشمالكي، لان عندنا فرقه كبيره الحمد لله عن طريق مدى التجهيز. مثلا التذاكر اونلاين ما بقاش تعذب في الناس، لما لعب اولمبي خاصو يدور. دابا عندنا ماتش اقصائي ديال الدور التمهيدي نلعبوا الي روتو في المغرب الحمد لله، ومن تما يحل الله. اما كما قلت لك البطوله غسلنا منها يدينا، سهله اللعب. فريقنا بطل في اعين الجمهور العسكري، فريقنا بطل في اعين فريق الجيش الملكي. فسيت عندنا حنايا الجمهور ديالنا وفقط. الله يسهل عليهم يرجعوا سالمين غانمين ونفرحوا كلنا، لان عندنا فرقه محترمه، فرقه ظريفه صاحبي، فرقه زوينه. بيلانتي ديال الباش حتى واحد ما مشى عند الاربيط بشويه اخويا الاربيط كيلغيونا في الاهداف، والدراري بقاو مركزين في الماتش، كانوا بغاو يخرجونا من المقابله باش نخسروا بالعلالي، كيستفزونا. هي هادي ضرب هادي وحيد ديك اهداف في العلالي باغيين يستفزوك باش يخرج شي حمراء والاخرين يهجموا وتجي شي كاموفلاج ويخشيوها يقول لك ضربناكم. مي اليوم فريق جيش الملكي قدم كره نقيه حك الجلده وسط كازا، بان فرق كبير بين الرجاء اللي عيات ما تنتدب وفريق اللي منظم، فريق اللي عنده غير 90% من اولاد المدرسه ديالو، فريق الجيش الملكي اللي كيبقى فريق كبير. تحياتي للخوت، مازال غنهضروا في هذا الموضوع، ما غنتعاتقوش، حقنا عاد يرجع ان شاء الله عن طريق ماذا؟ عن طريق تحكيم اجنبي غنطلبوا فيه كونتر الفرق اللي عندها واحد السمعه سيئه في طريقه التحكيم، وديما التحكيم كيجي مجيشه. تحياتي.